السلام عليكم. اليوم تاريخي كل ما تحمله الكلمة من معنى، والمرة الثانية في تاريخنا غنتوجوك أبطال للعرب. كنا كان بالإفكتيف كامل نو غير بشويه ديال اللعابه مجهدين ومدرب اللي بين على الحنكه ديالو ماشي اول مره. هو هاد الكاس عطى فرصه بزاف ديال اللعابه باش يبينوا ريوسهم، وكان خص تكون عندهم بلاصه في المنتخب الاول بحال حمد الله، بولكسوت، حريمات، طنان، كلهم بينوا انهم قد الثقه. المشوار باقي بعيد حيت مازال تابعنا كاس افريقيا خصنا نديو، خصوصا بالعوف في المغرب باقي اللي غير شي يامات ويبدا. وكاس العالم ديال 2026 اللي ملعوب في كندا، المكسيك والولايات المتحده الامريكيه اللي نورمالمون خصنا نديو تا هو، خصنا نحركوا المعارف تما. المهم ما تنساش دير ابوني ولايك كومونتير، خلي لي فيه سميت احسن لعاب عندك ويلا معايا يمشيو الماتش، فين يبان شي شيبو ولا الشوالي ولا جواد باده. ترى معاك احسن محلل ديال كره القدم. 18 ديسمبر غيتلعب الفينال ديال كاس العرب قطر 2025 بنسخه جديده ديالو اللي عطاه واحد الطابع رسمي اكثر، وتبدلوا بزاف ديال القوانين بحال ان كاس العرب ماشي يشاركوا فيه غير اللعابه اللي تيلعبوا في الدوريات العربيه. وصراحه كونسيفتنا لهم المنتخب الاول كانوا غيدخلوا للتيران غيشطوا بلاصتهم وغيقولوا لهم هانتوما ديروا الصف وغيدخلوا ليا جوج منتخبات بجوج منتخبات غيساليو معاهم في النهار الاول. الاردن طاحت في واحد المجموعه اللي صعيبه شويه، كانت مع الامارات، مصر والكويت. كلشي كان متوقع دوز مصر، ولكن في الماتش الاول الاردن ربحت الامارات ب2-1. الماتش الثاني غتربح الكويت ب3-1، والماتش الثالث اللي غيكون عندها مع مصر غتظبطها ب3-0. كله ده بسبب محمد صلاح. الاردن غدوز وتصدر المجموعه ديالها مع الامارات، وهي المنتخب الوحيد اللي يقدر يدوز من دور المجموعات بلا خساره ولا تعادل وب3 تاع الانتصارات. واذا كان مترأس الجهاز الفني ديالها جمال السلامي مغربي عنده واحد الخبره كبيره في التدريب، فمن 2008 هو دخل هذا المجال. ما خلى مدرب جديده حسنية اكادير منتخب الناشئين، الراجل من 2019 ل 2021 عاود رجع الفتح من 2021 حتى 2024. وفي شهر 6 ديال نفس العام مشى للاردن. بغيت نسولكم واش الاردن بالفرنسيه جوردن، واش انا اللي قريتها جوردن؟ وفي شهر 6 ديال نفس العام مشى لجوردن، زعما الاردن بالفرنسي فهمتي. المهم في الربع غتلاقى مع العراق اللي غتربحها ب1-0، في النصف غطيح مع السعوديه اللي غتربحها حتى هي ب1-0، وغتلاقى معنا في الفينال. الاردن كانت اكثر فريق تهديفا في البطوله ب 12 البيت، وليد الهداف ديال البطوله هو علي علوان اللي تنعرفو شخصيا. لا هو كان دار واحد الروبورتاج مع محمد عدنان واللي تنعرف عليه شي حوايج شخصيه فهمتي. اجي نمشيو للعريس ديال هاد الليله. علاش الاردن عروسه؟ لا المغرب ديالنا العريس. كنا في المجموعه بي مع السعوديه، عمان وجزر القمر، اللي في الماتش الاول ربحنا جزر القمر ب3-1. هذاك الواحد ماركينا على ريوسنا كان اون جول. في الماتش الثاني غنتعادلوا مع عمان فين غيدخلنا شويه ديال الشك، ولكن غيحيد فاش نربحوا السعوديه ب1-0. السعوديه جاتها بيلانتي ولكن الحمد لله غضيعها، وغندوزو نتصدر المجموعه ب7 ديال النقاط، غدوز معنا حتى السعوديه. في الربع غنطيحوا مع سوريا اللي غنربحوهم ب1-0، من بعد غنتلاقاو في النصف مع الامارات اللي غناكلوها ب3-0، وغندوزو للفينال مع العروسه ديالنا الأردن. الفينال اللي غيتلاقى فيها احسن دفاع مع احسن هجوم، حيت حنا في الادوار كاملين اللي دوزنا تمارك علينا بيت واحد واون جول، حنا اللي ماركينا على راسنا. على حسب التحليلات ديالي اللي درت صافي انا احسن محلل هنايا. هاد البيت هذا درناه كتمويه باش نبانو هبل، تنماركيو على ريوسنا فهمتيني. هبلت ربح، راه هبلنا وربحنا 7 المليار. انت مازال ما ربحتي والو، باقي تهبل عليهم، دابا يدير لك الله شي شاوي. بالنسبه للتاريخ ديال المقابلات لعبنا ضدهم 5 ديال المرات، وجوج منهم كانوا وديه في 2002 و2006، وثلاثه ربحناهم. اخر مباراه كانت بيناتنا هي اللي كانت في كاس العرب اللي فات في 2021، ربحناهم 4-0. غير هي باش تعرفوا الاردن تبدلات بزاف، حيت انفيستات في اوتور اللي جدوا لها المنظومه بحال عموته اللي وصلهم الفينال ديال كاس اسيا لاول مره في التاريخ ديالو. لعبوه مع قطر في استاد لوسيل وخسروا، نفس الصاد اللي لعبنا فيه حنايا البارح. وحتى جمال السلامي اللي سيدير معاهم باركور زوين بحيث وصلوا للفينال ديال كاس العرب لاول مره في التاريخ ديالهم. فايت وصلوا للدومي فينال جوج ديال المرات، 1988 وفي 2002. بسبب المغاربه الاردن ولات عمله صعبه في اسيا. الاردن جايه بالمنتخب الاول ديالها ومدرب مغربي وتعرف المغرب مزيان. حنا المغاربه دخلنا بتشكيله ديال 4-2-3-1. في حراسه المرمى كان عندنا مهدي بن عبيد، في ليزاغيير عندنا محمد بلقصوط، حمزه الموساوي. قلب الدفاع عندنا سفيان بوفتيني ومروان سعدان. في وسط الدفاع محمد ربيع حريمات وانس باتش. في وسط الميدان اسامه طنان. في الاجنحه امين زحسوح وكريم بركاوي. في الهجوم عندنا وليد ازارو، وبطبيعه الحال المدرب طارق سكيتيوي. هذه هي التشكيله باش دخلنا. النهار ديال الماتش كانت تصب الشتا، واحد الشتا اللي ما صباتش في قطر هذه شحال سنين، بحيث لغاو الماتش اللي قبل منه ديال الترتيب اللي كان غيتلعب ما بين الامارات والسعوديه. غتبدا الشتا تخف شويه بشويه، غيبدا الماتش بواحد الطريقه اللي ما كنتوش متوقعينها. الميطه الاولى غتبدا بواحد خونا غيصفر، ما جات فين توصل دقيقه 4
تا غنماركيو واحد من بين اجمل البيوت اللي دازوا على البطوله، من بين اجمل الاهداف في الحياه، وبتقريبا 50 متر بعيد على البوطو. اسامه طنان هو داير ضرب على الكارديان خارج في البلاصه السونطرا كرويه يدخل صيفطها بالملي. اسامه طنان غيقتل لنا الكارديان ديال الاردن. واعر عالمي بزاف، ما يمكنش. ردينا التأرضيان في 2021 دقيقه 11 غتجي واحد المحاول البركاوي اللي غيسقلها، اخرج مصاب وغيدخل بلاصتو اشرف مهديوي. ايوا اجيو تشوفوا معايا ستريس كامل في الميطه الثانيه اللي غتبدا حتى هي واحد خونا صفر. دقيقه 48 هجمه اللي تتبان عاديه ولكن في الاخر تحول لهدف. غيسونطرا محمد ابو طه، غيتلقى لها علي علوان عشيري وغادي يلصقها في الشبكه. رجعوا في الماتش وجابوا التعادل ديالهم في الدقيقه 48. ومن مورا 20 دقيقه وبالضبط في الدقيقه 68 محمد علي الراضي غيسونطرا اللي غتجي في يد ديال المدافع ديالنا وغتحسب بيلانتي من مورا داك خونا ما يمشي للفار. بحال حسبوا ولا ما حسبهاش بيلانتي ما غاديش تلعب على الحكم. غيماركا علي علوان بحال كيف ما ماركا 6 ديال البيلانتيات اللي جاو في الادوار السابقه وغيعلن التفوق ديالهم في الماتش. سكيتشوي غيبدا يحس بالماتش، بدا تيهرب ليه من بين يديه. غيدير 4 ديال الشونجمون دقه واحده. غيدخل محمد بن تايق، منير الشواعر، صابر بوغرين، عبد الرزاق حمد الله، وعندهم مسؤوليه كبيره باش يفرحوا ملايين ديال المغاربه. في هاد الوقيته حنا راه خاسرين في الماتش بواحد الجوج. الاردن غترجع للور في غتخلي لنا الحريه باش نضغطوا عليها. دقيقه 88 ومن الكره ثابته غيسونطراها بوغرين غيضربها بالراس حريمان. الكارديان ابو ليلى كان بالمرصاد غيحبسها، غترجع لحمد الله وغيماركيها. منين خرج الله اعلم، فين كان ما عرفت التبان وماركا. المهم سال الشوط الثاني من مور ما زادهم داك خونا 9 ديال الدقائق. اللعابه ديالنا عرفوا باللي باقي عندهم الامل، ما حد داك خونا مازال ما صفرش، عرفوا باللي الكاس مازال في التيران وباقي عندهم الوقت باش يدخلوا للتاريخ. سكيتشوي عارفوا دير الدور ديالو وخلى الدراري يدخلوا بواحد التفاؤل وروح ايجابيه. مازال مسكين ما شدش بلاصتو، صوتي غيبانوا ليه الاردن تيحتفلوا ما غيفهم والو بحال كما ما فهمت انا والو. محمد ابو طه غيسونطري واحد السونطراج اللي غادي يجي من موراه بيت واعر ولكن غادي يتلغى حكم مسات يدو هي الاولى. داك خونا غيمشي للفار باش يتحقق. تيقول واحد المثل واعر في الكره، الا ضيعتي غتستقبل، وهادشي اللي كان. في الدقيقه 100 الاردن غتستقبل البيت الثالث. سعدان غتبان ليه كره طايره غيبغي يضربها بضربه ما يقصديها، وكيف ما كنا متوقعين كاملين غيسقلها، ولكن الحمد لله حتى غيبان عاوتاني طاير غيخشي كره يلصقها في الشبكه. فين كان الله اعلم، كانوا حاطينه المساحات. الفينيسيون ديال حمد الله راه ما يمكنش، كانت واعره بزاف. عبد الرزاق حمد الله دخل الماتش وعطانا الكوب وخرج، لا ماشي خرج من التيران ولكن اعتزل دوليا. الميطه الثانيه كملنا في الاستحواذ ديالنا، حاولوا ما امكن يرجعوا ولكن ما قدروش. سال الماتش على 3-2 وتوجنا. حيدنا الرايه ديال الجزائر ودرنا في بلاصه الرايه ديال المغرب اللي غتهز 4 سنين الجايه. موراها في مؤتمر صحفي عبد الرزاق حمد الله غيعلن الاعتزال ديالو. يا حبيبي هذه اخر مباراه مع المنتخب المغربي وانا جيت سعيد. والماتش اللي دارو زوين قرر انه يعتزل ويخلي ذاكره زوينه في المغاربه الحمد لله. زائد الحركه اللي دار ليه وليد الكراكي في كاس العالم قطر 2022 هو تيلعب بوكس تو بوكس. سعود مهاجم كلاسيكي حيتاش من صغرو القدوه ديالو رونالدو الظاهره. تزاد في 17 ديسمبر 1990. البارح كمل 35 عام. تزاد في اسفيو بالضبط في سيدي كوكي. كبر مع 7 من خوت وكان هو الصغير. بدا يلعب كره في الدرب من صغرو، هو موهوب. كانوا كاع الدراري تيبغيوه يكون معاهم في فرقتهم. فاش غادي يكتشفوا والديه الموهبه ديالو غيقيدوه في واحد النادي سميتو النجيمه. بقى تيدرب معاهم لمده سنوات وما خلى فين مشى في المغرب. عبد الرزاق حمد الله غادي يبدا واحد الفتره جديده في حياته وغيتقبل في لوساس. مبروك عليهم اللقب الوحيد ديالو. واخا هما من بين اقدم الانديه المغربيه، تاسسوا في 1921. بدا تيلعب مع لوساس فريق ديال الشبان. حمد الله لقى صعوبه باش يظفر بالاساسيه بحيث المدرب ما كانش تيثيق فيه. تخيلوا معايا ما لعب حتى دقيقه، مشى عند المدرب تيحاول يسيس معاه ويدو معاه باش يدخلو يلعب ولكن ما بغاش يدخلو. يعني في فريق شبان، وكان يعني من الصعب انك يعني تلعب مع مدرب جديد خصوصا ما كيعرفكش وانت يعني جاي من منطقه اخرى بعيده. و يعني دائما كنت كنتكلم معاه وكنقول لي انني يعني عندي امكانيات انني ممكن نلعب معكم، انني ممكن نكون هداف الفريق لكن ما كانتش هناك واحد اهميه ليا وخصوصا اللاعبين اللي كيلعبوا في المنطقه اللي كنت فيها انا. واحد النهار عبد الرزاق عيا ويمشي بدا يتغاوت معاه فكون مدرب اول ديال لوساس. قال لهم مالك اولدي اش وهاقا، عاود ليه كل شيء، هو يعيط للفريق الاول. ومن الصدف ان مدرب الكبار يعني شاف هذاك النقاش بيني انا ومدرب شبان وتدخل، يعني قال شنو كاين. شرحت ليه الموقف، قلت لي انا باغي نلعب ما لعبنيش وانا يعني اقترح عليا انني نجي نتمرن مع فريق الكبار في اليوم الموالي. ومن ثم يعني نلت اعجاب تاع مدرب الكبار وبسببه هو يعني صعدت لفريق الكبار.
بدا معاهم التدريبات. هادشي كان في 2010. ما كانش يدخل اساسي، تيبقى في دكه البدلاء بحكم الموسم الاول ديالو في البطوله الاحترافيه. ولكن فاش تيدخل تكون عنده حضور في الملعب. في هذاك العام خدا جائزه احسن ناشئ في البطوله الاحترافيه. في هذاك العام بديت غتبدا المسيره ديالو مع المنتخب، حيت عيط ليه المدرب باش يشارك في اقصائيات ديال الاولمبياد لندن. ولكن الموسم اللي موراه غيصدم المغاربه، غيبدا العداد حيت في اول جوله قدر يماركي وفريمون كان ديما في الفورمه، ولا اساسي في لوساس بالموازاه مع تصفيات اولمبياد لندن. بسبب حمد الله تاهلنا، ولكن المدرب ما غاديش يكونفوكي لهذيك التظاهره. ما عرفتش علاش صراحه، ولكن من هنا بدات المشاكل ديالو مع المنتخب. فرنسي فتوحي ينفذ ضربة خطأ تجد رأس البديل حمد الله عبد الرزاق، وهدف ثاني انتهت على إيقاعه المواجهة. في البدايه ديال هذاك الموسم غتجي استدعاء من عند المنتخب الاول. إيريك غيريت غيعيط له باش يشارك معاه في المباراه الوديه اللي غتلعب نهار 29 فبراير 2012. دخل كبديل في الدقيقه 71، وهذا كان اول ظهور ليه في المنتخب الاول. عبد الرزاق هذاك الموسم ساله ب 15 هدف، ماشي هو الهداف ديال البطوله، ولكن كان الوصيف بينه وبين الهداف جوج ديال البيوت صافي. كون ما لعبش في الاولمبياد كان غيكون هو الهداف ديال البطوله. غيكمل التالق ديالو في الموسم الثالث. ما يجي فين يوصل النص ديال الموسم غيكون ماركه 12 الهدف، غيولي هو الهداف من النص ديال الموسم. هادشي اللي غياتيري لاتونسيون ديال بزاف الانديه برا. غيزيد 3 الاهداف اخرين باش يودع اسفي. غيمشي يحترف في اوروبا، خرج من البطوله في الدور 20، باقي 12 ماتش باش تسالي. سال الموسم وبقى هو الهداف في 15 هدف. هادشي اللي غيبين لك الفارق ما بينه وبين اي لاعب كاين في البطوله. جونيو مرير فرصه لفائده فريق الاولمبيك، فرصه هدف 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 يقول الحكم. في النرويج تغير بلاصتو تما، غيدفر بالاساسيه وغيولي ينافس على صداره الهدافين. هادشي كامل غيبقى غائب على لائحه استدعاء ديال المنتخب المغربي. حتى من الفيفا دارت تصويرته، توج لاعب ديال الموسم في اليسون، غيكمل الموسم معاهم. ولكن في الاخر غيجيو عروض من الانديه كبار اللي غيختار اكبر واحد من الناحيه الماديه، وغيمشي لواحد النادي صيني سميتو غوانزو اير. واخا التحديات اللي كانوا عنده بحال اللغه والثقافه، في المباراه الثالثه ديالو غيقدر يسجل هاتريك. الدوري الصيني كان ديك الساعه يلاه بادي تيكبر، وكان تيستقطب نجوم من العالم كامل بالمليارات. من بعد عيط ليه بادو الزكي بسبب الضغط ديال الجماهير، وفعلا ما غاديش يخيب لينا وجانا حمد الله، بحيث غيساهم في 6 ديال الاهداف وماركا هاتريك على افريقيا الوسطى. مباراه وديه مع بادو الزكي غيرجع للصين باش يكمل المعجزات ديالو، بحيث يقدر يوصل فريق غوانزو للمرتبه الثالثه كاحسن انجاز داروه منذ التاسيس ديالهم سنه 1986. اهلهم لدوري ابطال اسيا وكان هو الهداف الدوري الصيني. واو بزاف هذا حمد الله. هذا تقول لها شنو سميتو كيماركا لك بيت. هو فما تيولي هداف ديال شي دوري تيبدل البلاد. هذه المره غيمشي لقطر، غيبدا يلعب في الجيش القطري. بالنسبه للمنتخب كان تعاقد مع ايرفي رونار، قالتو على ديك الحقبه مزيان، كان الامل ديالنا فيه كبير باش يعطيه حقه. حمد الله مع الجيش القطري غيسالي الموسم كهداف للدوري وكهداف الكاس قطر اللي توج به مع النادي حتى هو. فاش غادي يساليو الموسم غيمشي للمعسكر الاعدادي في النمسا، واللي ما غيطولش فيه بزاف عبد الرزاق غيرجع للدوحه بسبب الاصابه. غيبقى عام هو مصاب. في الموسم الاخر غادي يتعاقد لمده عامين مع الريال القطري، غيكون هو متولي. وفي اول ظهور ليه بالتوني ديال الريال القطري غادي ماركي بيت، وهادشي مورا عام من التوقف. راه ما يمكنش، معجزه، راه اسطوره. الماتش الثاني ديالو غيتواعد نيري ضرب شو بالعين. هاد المره كانت قاصحه، حيت فاش شاف الطبيب قال لي خصك تعتزل وما عمرك غتعاود تقيس كره مره اخرى. ها وكيفاش وصل النهائي ديال كاس العرب؟ ما عرفت بنفس الطريقه باش ماركا دوج البيوت. توصل تلقيناه تما. الريال القطري غادي يفسخ مع الكونترا. الحمد لله ما غاديش يفقد الامل، وفعلا غادي يتعاقد مع النصر السعودي اللي غادي يثيق فيه، وغادي يبقى معاه شويه بشويه تيرجع للفورما. جا المغرب وبدا تيتريني بطريقه مكثفه باش يرجع اللياقه البدنيه اللي كانت عنده. في الموسم الاخر غادي يرجع للرياض وغتبدا ماكينه التهديفيه ديالو عاوتاني. في الموسم الثاني ديالو في السعوديه حطم رقم قياسي ديال حمزه الادريس ب 34 هدف 2019، وبدا احسن لاعب في الدوري، خدا جائزه الحذاء الذهبي. في هذاك العام في جميع المسابقات سجل 57 هدف. فات روبرت ليفاندوفسكي اللي كان في البيك ديالو كانت عنده 54 هدف، ولا ليونيل ميسي 50 هدف. راه محقق اهداف اكثر من اللي حققتيهم انت في حياتك. سي نورمال الدوري السعودي بغيتي تحقق اهداف انت سير الدوري السعودي. دا جميع جوائز الفرديه اللي تتعطى. قالت لي غير احسن حارس مرمى، احسن حكم، هما اللي بقاو لي، وختم بكره القدم. واخا هادشي كامل مازال ما دارش البصمه ديالو في المنتخب. المغرب في هذيك الوقيته تيتبان ليه موهبه في السما تضيع. ديك الساعه كان خصنا مهاجم بنفس الكاركتير اللي فيه، ولكن رونار كان تيدير راسو ما تيشوف ما تيسمع بسبب الضغط اللي دار عليه الشعب. فعلا جابو على سلامتنا. كان في اللائحه ديال اللعابه اللي غيمشيو للكان في مصر، كانت عندنا واحد المباراه وديه مع غامبيا اللي دخل فيها كبديل. في الشوط الثاني قبل ما تسالي المقابله بدقيقه جات واحد ضربه جزاء. عبد الرزاق حمد الله غيبغي يمشي ينفذها باش يعاود يبني الثقه ديالو مع الجمهور والمنتخب. ولكن خويا والله تعيقت كل مره، ولكن تيجي المنتخب وتنفرح نقول تقول لي ديك ولكن عاوتاني قهرتيني. شنو يوقع عاوتاني دوي اش كاين؟
فيصل فجر ما بغاش يعطيه الكره، حاجه هاديه. هاد الخلافات تتوقع، ولكن لما كناش متوقعين هو عبد الرزاق حمد الله غيهز حوايجو ويمشي بحالاتهم من المعسكر. اغلبيه قال بسبب الخلاف ديالو مع فيصل فجر. السؤال هنايا واش بسبب فيصل فجر ولا سوء من جهه الجامعه في معامله النجوم؟ ولكن السبب الرئيسي هو الاهانه ديال ايرفي رونار اللي ولد الثعلب الاخر. حيت خرج حمد الله في مؤتمر صحفي وقال حمد الله من موراها تهمش بصفه نهائيه، ما بقاش عيط للمنتخب حتى من مورا ما اقالوا رونار وجابوا بلاصتو خليل وزيتش حتى هو ما عيطش ليه كاع، ولكن غيخرج في واحد الفيديو تيعتذر فيه. عواقب يعني بالنسبه لي انا كلاعب كره قدم وخيمه انه تبعد من المنتخب 3 سنوات، فهذا في حد ذاته عقاب لذلك الخطا. لكن كما قلت في اول مره يعني شكرت الجمهور المغربي على وقفتهم معايا، ابغى اعتذر لهم مره اخرى واعتذر لاي مسؤول على هذا الخطا اللي سويته. من موراها غيكونفوكي وليد الركراكي باش يمشي معاه الكوب دي موند في قطر 2022. وليد الركراكي غادي يحرك حمد الله قدام الجمهور حيتاش غيلعبوا في بوست ماشي ديالو. كيف ما تنعرفوا حمد الله مهاجم صريح تيلعب بوكس تو بوكس، ولكن بالنسبه للبلان جو اللي كان عندنا حنايا في كاس العالم كنا تنديروا دفاع ديال المنطقه. المهاجم تيكون وهمي تيهبط تيدافع معاك لتحت وتيلعب على الهجمات المرتده. مهاجم خصو يكون سريع خفيف تيعرف يلعب بالراس باش حتى لا جاتو شي عرضيه يلعبها براسو ويماركيها. وهذيك خيطار كاملين كاينين في النصيري، والعكس ديروا حمد الله اللي تيخصك توصل لهم كره وهما يحاولوا لك الاهداف. وتنشوفوهم فيما تياخذوا الكره تيبداو يجريو تيبانوا لك اول حاجه ثقال تيوصلوا حتى لحد البوطو تيبانوا لك عياو ما تيبقاو عارفين ما يديروا. هادشي علاش هما تيبغيو الكره توصلهم ماشي هما يمشيو يجيبوا الكره من اللور. واللي تيزيد ياكد هضرتي التالق ديال النصيري في كاس العالم. على حسب ما تيبان لي كان شي مؤامره ضد حمد الله لا مجات الجامعه ولا المدربين اللي دربوه. غالبا المدربين ما تيكون عندهم والو ضد حمد الله حتى تيدخلوا للجامعه، وبسبب هادشي تحرمنا من الاسطوره. راه حنا اللي ضايعين ماشي حمد الله. حمد الله واش دايره غينفعونا في الكان حيت حنا اللي تنهاجموا حنا اللي تنديروا الفعل ماشي تنتسناو باش نديروا رده الفعل. واش فهمتوني؟ كمغربي وكمغاربه ضعنا فيه صراحه ما بغيناش يسالي المسيره ديالو دابا، ولكن هو فرحان. كيف ما قال هو فرحان حيت رسل المسيره ديالو بهذا التالق على سلامته والحمد لله دار شي حاجه مع المنتخب ومع المغاربه. صراحه كاع اللعابه كانوا في الفورمه في هذا الفينال. الزحزوح اللي بين على واحد موهبه خارقه، بن عبيد طنان كلشي صراحه. سكيتشوي بسبب التواضع ديالو والنجاح نسبو لوليداتو، بسببه خلى الدراري تيموتوا عليه باغيين ياكلوا الغازون باش يهزوا سميتو الفوق وما باغينش يخدلوا ويطيحوا بالمدرب ديالهم. انا فرحان صراحه حيت عندنا مدرب بهذه الكفاءه وحيت عندنا اطر صراحه بهذه الكفاءه، اطر مغربيه خصوصا مع وليد الركراكي اللي ما مقنعناش في المنتخب الاول. كاين بديل كاينين بدلاء ليه خصو يعرف راسو باللي راه ماشي غير هو اللي كاين. كاس العالم داز هذه 3 سنين عافاك تحرك وحركنا لقدام، ودابا راه قدامك الفرصه باش تثبت وتبين راسك عاوتاني. كاس افريقيا ملعوب في المغرب، كاع الماتشات غيتلعبوا في الرباط في التيران ديال مولاي عبد الله غيبدا غدا ان شاء الله. دونك راه كلشي عندك الا ما بغيتيش تجيب لاكوب. نعاود لكم نكته. حمد الله فاش شي ماركي شي يقول الحمد لله.